لما الأطفال الصغيرة بتبتدي تتعلم المشي من الطبيعي إنها بتقع كتير. فلما تيجي أم وتقول لنا أنا ابني وقع تاني النهاردة والابن ده عنده سنة، ما بنتصدمش، ما بنتخضش، نقول يا حرام إيه اللي وقعه، إيه اللي حصل؟ ليه؟ لأنهم لسه بيتعلموا مهارة المشي، فمن الطبيعي والمنطقي إنهم يقعوا كتير لغاية ما يتمكنوا من المهارة دي. وكل ما بيكبروا كل ما بيتمكنوا أكتر، بعدين نبتدي نتخض لما يقعوا. فلما نسمع من أم إنه أنا ابني وقع تاني امبارح وابنها ده عنده 18 سنة، نبتدي نقلق بجد، نبتدي نتخض ونسأل عن أسباب الوقوع، لأن المفروض إنه خلاص هو أتقن المهارة بتاعت المشي، فما ينفعش إنه يكون بيقع وهو ماشي. فنسأل أسئلة، هو إيه اللي حصل؟ فمرة يترد علينا إنه كانوا بيسفلتوا الشارع وسابوا حاجة فتشنكل فيها. منطقي، زعلانين إن ابنها وقع، بس منطقي إنه تشنكل في ظرف خارجي بره إرادته هو اللي وقعه. أو ممكن تقول إنه ما انتوا عارفين إن هو بقاله شوية بتجيله دوخة فهو داخل وقع، فهو الحقيقة ظرف داخلي هو اللي أدى إنه ابنها اللي عنده 18 سنة وقع وهو ماشي. أو يمكن السبب يكون إنه وهو ماشي في الشارع حد كان بينزل من الأتوبيس وزقه غصب عنه فالابن ده وقع. ففي سبب خارجي من بره، بس السبب مش حاجة يتشنكل فيها، لكن ده حد زقه. عشان كده الشخص الكبير الذي يتقن المشي ومهارة المشي وقع. نفس الكلام في الأمور الروحية. لما بيبقى حد مبتدئ في الإيمان، حد جديد في الإيمان المسيحي، من المتوقع ومن المنطقي أن يكون له سقطات كتير. ليه؟ لأنه لسه بيتعلم طريقة الملكوت، لسه بيتعلم يمشي في خطى المسيح، لسه بيتعلم يعني إيه مسيرة تلميذ وتابع للمسيح. ما بنسألش كتير لما يحصل الوقعات مع مؤمن حديث، مع حد لسه بيكبر لسه بيتعلم، لكن بنتصدم وبنتعثر وبنتخض لما حد كبير في الإيمان بيقع. لأن المتوقع إنه زي مع المشي الجسدي، إنه المشي الروحي كمان مع إتقانه ومع مهارته إن السقطات فيه كمان تقل. فلما حد كبير بيقع بنتخض وبنسأل طب ليه؟ طب وقع إزاي؟ وغالبا هم الثلاث أسباب. إما إن بيكون في عوامل خارجية هي اللي أدت لتجربة معينة، لشهوة معينة، لإغواء معين فتشنكل، أو إنها عوامل داخلية، ضعف روحي معين، ما بقاش مركز قوي في علاقته بربنا، ما بقاش مركز قوي في أولويات الملكوت في حياته فضعف فوقع. أو بيكون عامل خارجي اتزق عليه، مش اتشنكل فيه بالصدفة بالغلط، لا، قوة شر روحية هي اللي زقته وأدت إلى سقوطه، حرب روحية دخل فيها. في المسيرة الجسدية بنكبر وسقطاتنا بتقل كل ما بنتقن مهارة المشي. في المسيرة الروحية كمان بنكبر وسقطاتنا بتقل كل ما بنتقن مهارة العيش مع الرب. لكن الحقيقة السقطات لسه بتحصل، وناس كتيرة مننا اللي بقالها في الإيمان سنين صرخة قلبهم لربنا دايما إنه هو إمتى بقى هنبطل نقع؟ إمتى بقى هتعفو عننا من السقوط اللي احنا بنتذلل له كل مرة؟ ولو عايزين الإجابة الحقيقية، السقطات مش هتبطل طول ما احنا عايشين على الأرض، بسبب الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دلوقتي. لأنه في ظروف خارجية بتشنكلنا، احنا عايشين في عالم ساقط، في عالم مكسور، والعالم الساقط ده هيفضل يحط عراقيل في مسيرتنا مع الله، لأنه هو نفسه عالم معرقل، عالم مكسور، الخطية سادت فيه، وحتى من غير قصد بيوقعنا لأنه عالم مشوه بالخطية. وفي ضعف داخلي بيحصل جوانا أوقات، الطبيعة القديمة بتسحبنا بعيد عن الله، نعيش في استقلالية عن الله، نعيش متكلين على ذواتنا،
فاكرين اننا نقدر نعيش من غير الله. فالضعفات الداخلية بتعثرنا وبتخلينا نقع. وأكيد في العامل الثالث، لأن حربنا ليست مع دم ولحم ولكن مع قوة شريرة، قوة روحية من إبليس بتحاول إنها تطلعنا عن المسار، بتحاول إنها تشنكلنا في نفسنا. طول ما الثلاث عوامل دول موجودين للأسف حياتنا على الأرض هيبقى لسه فيها سقطات. طبعا صلاتنا دايما إن كل ما بنكبر في العشرة مع الله كل ما السقطات دي بتقل، وكل ما وقتنا في البعد عن الله كمان بيقل. لكن الحقيقة بيحصل السقطات وهتفضل تحصل السقطات. عشان كده الخدام الأمناء لازم عشان يبقى ضميرهم بلا عثرة أمام الله والناس لازم يعلموا المؤمنين الجداد والقدام مش بس طرق عملية لإزاي ما نقعش، لكن لازم كمان يعلموهم طرق عملية لإزاي لما نقع نعرف نقوم تاني. وده اللي أنا عايزة أركز عليه النهاردة. لما نقع دي مش نهاية السكة. إبليس ملوش الكلمة الأخيرة. لما نقع هنقوم تاني. والكلمة المفتاحية في رحلة القيامة بعد السقوط هي كلمة الثقة. الثقة. والكلمة دي ليها أبعاد كتيرة جدا. عشان أقدر أقوم تاني من وقعتي، عشان أقدر أقوم تاني بعد سقوطي، ضروري جدا يكون عندي ثقة في محبة الله الغافرة. اسمعوا كلمات الكتاب المقدس لما بتوصف محبة الله الغافرة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا، ينقي، يشطف، يطهر من كل إثم. وفي مزمور 103 وعدد 10 كاتب المزمور بيقول كده: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا. محبته الغافرة دايما جاهزة، إنه مش عين بعين وسن بسن وإنت أخطأت تجاهي فأنا دلوقتي هعاقبك. لا، لم يصنع معنا حسب خطايانا. كاتب المزمور كمان كتب في مزمور 32 وعدد 10 قال كده، قال: المتوكل على الرب الرحمة تحيط به. المتوكل على الرب إذا كان واقف متمسك بوعود الله وعايش بحسب وصايا الله الرحمة تحيط به. لكن كمان المتوكل على الله وهو في لحظة سقوطه في مكان خزيه في أرض خزيه كمان الرحمة تحيط به. فالثقة في محبة الله الغافرة هي أول مفتاح لرحلة قيامتي من سقوطي. بس في بعد تاني للثقة ضروري جدا واحنا بنحاول نقوم من سقوط. البعد التاني هو الثقة في طبيعتي الجديدة. أصدق أن طبيعتي الجديدة اللي جت مع الميلاد التاني، اللي جت مع إيماني بيسوع المسيح كمخلص شخصي، هتغلب مهما كانت الطبيعة القديمة سيدة دلوقتي، مهما كانت الطبيعة القديمة لسه ليها ديول، مهما كان لسه ليها ثمر فاسد، ثمر موت باين في حياتي. الطبيعة الجديدة أقوى لأنها طبيعة المسيح، لأن الروح اللي كان ساكن في المسيح نفسه هو الروح اللي بيسكنني دلوقتي. وما دام الله معنا فمن علينا من يقوى علينا. أثق أن طبيعتي الجديدة هي اللي هتغلب طبيعتي القديمة، حتى لو أنا طبيعتي الجديدة لسه ما بقاليش فيها كتير ولسه باخد عليها ولسه بتعلم مبادئها وأصولها وأولوياتها وحدودها، هي اللي في الآخر هتغلب. فأقدر أعلن بانتصار: لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم. أقدر أقول مع كاتب مزمور 20 في عدد 8: هم جثوا وسقطوا ما نبقاش ليهم قيامة تاني، أما نحن فقمنا وانتصبنا. وصدق في وعد الله في الأمثال أنه الصديق المتوكل على الله، الصديق الذي يريد مشيئة الله في حياته، الذي يريد أنه يعيش الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة بكل تفاصيلها في حياته، الصديق يسقط 7 مرات
ويقوم. إذا كانت محبة الله الغافرة اللي أنا بثق فيها في النقطة الأولى مش بتتفشل فيا أبدا، إزاي أنا أجرؤ إني أتفشل في الطبيعة الجديدة اللي هو وهبها ليا، اللي هو حطها جوايا ومعاها وعد بالغلبة، وعد بالانتصار. البعد الثالث في الثقة هي الثقة في الآخرين، إن هم كمان هيقدموا لي نفس الرحمة ونفس النعمة اللي الله ادهاني. وأنا هقول لكم من دلوقتي إن دي أصعب نقطة. عارفين لما داود أخطأ للرب وراح وعد الشعب عشان كان جاي عليه هجوم من ملك آخر، ودي كانت خطية لأنه كان بيحاول يعتمد على ذراعه في الحرب، وبعت رجاله عشان يحصوا الشعب ويعدوهم ويشوفوا كام واحد فيهم حامل سيف. الرب بعت جاد النبي لداود وقال له أنت أخطأت في أعين الرب، وفي 3 عقوبات، اختار منهم عقوبة إيه اللي هيحصل معاك بسبب الخطية دي. عارفين داود قال كلمة وقتها إيه؟ ال3 اختيارات دول كان في اختيار منهم إني ممكن الله هو اللي يعاقبه بنفسه، أو إني ممكن العقاب يجي عن طريق إنسان آخر، طريق ملك تاني. عارفين داود قال كلمات إيه في سفر أخبار الأول وأصحاح 21 وعدد 13؟ قال كده: دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. دي كلمة حق قالها داود، لأنه أوقات كتيرة بيبقى عندنا ثقة في مراحم الرب وفي غفرانه وإنه هيرجع يقبلنا تاني، وأوقات كتير بيبقى عندنا ثقة في الطبيعة الجديدة اللي زرعها فينا يسوع لحظة ما قبلناه مخلص شخصي. بس اللي بيمنعنا إن احنا نرجع نقف تاني ونقوم من سقطتنا إنه احنا مش ضامنين إن الناس هيبقى عندها نفس درجة الرحمة ونفس درجة الغفران ونفس درجة القبول. بفكر في واحد زي بطرس بعد ما سقط بإنكاره ليسوع، غالبا كان جواه مخاوف إنه حتى لو يسوع غفر لي، هل باقي التلاميذ هيغفروا لي؟ أعتقد إنه لو بطرس ما لقاش نموذج يسوع في التلاميذ في غفرانهم وقبولهم، ما كانش بطرس هيرجع يقف تاني رسول. أفكر في واحد زي بولس. أعتقد إن لو بولس كان جواه مخاوف إنه أنا عارف إن يسوع ظهر لي، وأنا عارف إن يسوع أعلن لي ذاته، وأنا عارف إن يسوع غفر لي كل جرائم القتل اللي أنا تسببت فيها بفريسيتي بناموسيتي قبل ما أعرفه، بس يا ترى هل الرسل هيقبلوني؟ هل الرسل هيغفروا لي إني أنا اللي دبحت أهلهم؟ هل الرسل هيغفروا لي إن أنا عملته في اسطفانوس؟ أعتقد إن لو الرسل ما كانوش شاربين من روح يسوع وقبلوا بولس وسطهم بغفران وبرحمة وبنعمة وبمحبة غير مشروطة، عمر ما كان بولس قام وبقي رسول الأمم. أوقات بتخيل إنه يمكن هو ده اللي منع يهوذا إنه يرجع يتوب ويقوم من سقطته. يمكن ما كانش عنده ثقة في محبة الله الغافرة، أو يمكن ما كانش عنده ثقة في طبيعته الجديدة، أو يمكن ما كانش عنده ثقة في غفران الآخرين. عارفين لما الرب يسوع بعتهم 2 وقال لهم كده عشان لما واحد يسقط التاني يقومه. لو احنا عايزين نشوف ناس بجد قايمة من سقطات، احنا كمؤمنين كتلاميذ المسيح كأتباعه، احنا ككنيسة محتاجين نكون نموذج المسيح ونقدم لهم هم كمان فرص تانية، غفران حقيقي لما يقدموا توبة حقيقية، مساندة حقيقية، نقومهم تاني عشان يرجعوا يعيشوا طبيعتهم الجديدة. ثقة في محبة الله الغافرة، ثقة في طبيعة الجديدة المنتصرة، ثقة في غفران وقبول الآخرين. وآخر بعد عايزة أتكلم فيه في الثقة
هي الثقة في دعوتي، الثقة اني انا لسه ليا دور في ملكوت الله، انا لسه موجودة على الستاف بتاعه، هو ما طردنيش عشان سقطت، هو مش هيتفشل فيا، هو شايفني مشروع مفتوح طول الوقت يستاهل الشغل عليه، لسه هيرجع ويدعوني ويجدد الدعوة زي ما عمل مع بطرس. بطرس اللي فشل في الامتحان ما خلوش يرجع وياخد الامتحان من اول وجديد، لا ده رجعه انه يرعى باقي الناس اللي سقطت واللي هتسقط. رجع اداله دور قيادي في دعوة جديدة، ارعى غنمي، ارعى خرافي، اصل انت دقت معنى السقوط فهتعرف تبقى راعي شاطر عشان انت عارف مذلة السقوط، بس انت كمان دقت معنى الكرامة بعد الهوان، انت دقت يعني ايه مجانا اخذت، فمن الطبيعي انك مجانا هتعطي. عشان كده اكتر واحد اقدر اثق فيه هو انت يلي سقطت. فاللي فينا سقط احنا ما اطردناش من الارسالية، احنا دورنا ما انتهاش، بالعكس ده احنا مسؤوليتنا بقيت اكبر، لان احنا جربنا لكي نعين المجربين على مثال يسوع. احنا دقنا يعني ايه مذلة ومهانة في السقوط، فاحنا نقدر نترحم بغيرنا اكتر. لما يسوع قال مثل عن الراجل اللي كان مديون بمبلغ كبير جدا وجه الملك وعفاه، وبعدين راح لزميله اللي كان مديون له بمبلغ قليل جدا، وبدل ما يمارس معاه نفس الرحمة ونفس الصبر ونفس التحنن، بالعكس قسي عليه ودخله السجن عشان مبلغ أقل بكتير. لو احنا أخدنا غفران مجاني لما سقطنا، لو احنا الروح القدس قومنا تاني من مكان عمرنا ما كنا نتخيل هنقوم منه، مش بالأولى ان احنا اللي نكون مع الناس اللي بتقع، واحنا اللي نساعدهم يقفوا تاني ويستردوا دعوتهم تاني؟ من أحب الكلمات على قلبي هي الكلمات اللي بتوصف ازاي اقدر ارجع اثق في دعوتي تاني واكمل مسيرتي حتى بعد السقوط. واللي بيخلي الكلمات دي حلوة في حلقي انه اللي كتبهم بطرس، لانه عارف، لانه داق، لانه بيقدم مثال المسيح في محبة غافرة. عارفين بطرس قال ايه على الدعوة وتجديد الدعوة؟ في رسالة بطرس الرسول الثانية واصحاح 1 بطرس بيبتدي: سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. عارفين يعني إيه بطرس يقول أنتوا يا مؤمنين نلتوا إيمان مساوي لينا؟ بطرس اللي مشي على المية بيقول الإيمان اللي أنا خدته من المسيح هو نفسه الإيمان اللي أنتوا واخدينه من المسيح. إيمان يمشيكوا على المية بس انتوا طلعوا من المركب. بطرس اللي كان مناديله بتتاخد وتترمي على المرضى كانوا بيشفوا، بطرس بيقول نلتم إيمانا ثمينا مساويا لنا في المسيح يسوع. ليه؟ عشان كله بالنعمة، مش عشان سواد عيوننا، لكن كله بالنعمة. إلهنا المخلص يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة. والتكثر هنا مش معناها بالإضافة addition، لا، لتكثر هنا معناها بالتضاعف multiplication، لتكثر أكبر بكتير من أي رقم تتخيلوه في بالكم. لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. بعد كده بيكمل بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. قدرته الإلهية دي إيه؟ قدرته الإلهية دي كلية السلطان، كلية القدرة. استخدم كل حاجة عنده عشان يوهب لينا كل اللي احنا محتاجينه عشان نعيش دعوتنا، دعوة مجددة. واتقوا بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، الطبيعة الجديدة المنتصرة اللي جوانا، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. عليكم دور، هو وهب لكم كل اللي انتم محتاجينه للحياة والتقوى، بس انتم لازم تجتهدوا، تبذلوا مجهود عشان تعيشوا الدعوة المجددة دي. ايه المطلوب منكم؟ باذلين كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، الاختيارات الصالحة اللي فيها خير للآخر. وفي الفضيلة معرفة يعني اختبار شخصي حقيقي بمين هو الله، زي ما الله أعلن عن نفسه، مش زي ما أنا متوهمة هو مين. وفي المعرفة تعففا يعني سيطرة على النفس، سيلف كنترول، مش مخلي شهواتي وغرائزي هي اللي بتحركني. في المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا يعني ألبس ساعة يسوع، يعني أفهم توقيتاته، يعني أعرف إنه القرار الصح ممكن يكون في المضمون صح بس توقيته غلط فيصير قرار غلط. وفي التعفف صبرا، انتظروا توقيتات الرب. وفي الصبر تقوى إني أبقى عايشة بحضور إلهي طول الوقت، أبقى عارفة إنه في حياتي النور منور طول الوقت، تقوى استقامة. وفي التقوى مودة أخوية هنا تعني إن نحب الناس القريبة، الناس اللي نعرفها، أخواتنا اللي معانا في البيت، ودي أصعب بكتير من محبة الغريب. احنا عندنا ناس عندها استعداد تروح تحب حتى أعدائها مش بس الغرب، بس ما تحبش الناس اللي معاها في البيت، بيستفزوها بيقرقوها. بس هنا بيقول ابتدوا بالمحبة بالمودة، بس هنا بيوصي ابتدي بالمودة الأخوية وبعدين بيختم وفي المودة الأخوية محبة بقى هي محبة الناس الغريبة، محبة الناس اللي ما تستاهلش حبنا، محبة العدو. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت، نفس الكلمة تاني، مش كثرت بالزيادة، كثرت بالتضاعف، وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. في قيامة بعد السقوط، في قيامة بعد السقوط. الطريق ليها مشوار اسمه الثقة في محبة الله الغافرة، الثقة في طبيعتي الجديدة الغالبة، الثقة في قبول وغفران الآخرين ومساندتهم، والثقة في دعوتي المتجددة اللي الله بالفعل وهب ليها كل حاجة لتتميمها، واللي أنا مطلوب مني أجتهد عشان خاطر أتمم دعوتي الجديدة. لو واقعين ما تخافوش، ليكوا قيامة، بس ترفعوا عينيكوا على المسيح المقام.